امامنا هنا بنتابع الكرات العاليه، يشيل محمد صلاح. هي بقى المره دي رامي ربيعه امامنا. ايه ادي الكوره وخروج من حارس مونيش، والمره دي رامي ربيعه براسيه وهدف اول مصري عن طريق رامي ربيعه. ادي رامي ربيعه، شوف الارتقاء وادي الجماهير المصريه الموجوده من رجال الامن. بص شوف محمد صلاح، الكره العاليه، الكرات الثابته هي الحل، ورامي ربيعه يضع الكره في الشباك. سجل في مرمى قطر وديا، وسجل في مرمى زامبيا، ويسجل هنا في هذه اللحظات. وسعاده دكه البدلاء كان حلوه قوي، حلوه يا ولد لن يحتفل لرحيل والده، ولكن يسجل المنتخب المصري امامنا اهو في هذه اللحظه. باسم مرسي هو البسمه الجديده لكره القدم المصريه، يسجل. لكن اتعملت حلو، اتعملت بسرعه. السرعه بقى ايه من احمد حسن مكي لمحمد صلاح. وبص شوف صلاح، يا ولد يا صلاح. التمريره الحاسمه الثانيه في اللقاء، واحده لرامي ربيعه وواحده لباسم مرسي اللي بيسجل في هذه اللحظات ثالث اهدافه الدوليه في ثالث لقاء. سجل في جامايكا وسجل في غينيا الاستوائيه، ويسجل هنا في الدقيقه 65 عن طريق مرسي نجم الكره المصريه القادم بقوه، يتغلب على احزانه ليعني يعطينا الفرحه قبل ايام قليله من شهر رمضان ان شاء الله المبارك. عاد رمضان. محمد صلاح عايز يعدي ويصلح المره دي للنني. يا ولد يا اجمل الاهداف. كنت فين من زمان؟ هو سؤال يوجهه هيكتور كوبر الى محمد النني ومحمد صلاح اللي صنع هدفين، ولكن ابى ان لا يخرج محتفلا. ادي امامنا هنا الفنان محمد صلاح بكاس الكره الايطاليه مع فيورنتينا، ونجم تشيلسي الفائز بالدوري الانجليزي وكاس الرابطه الانجليزيه، ولكن انتقل لفيورنتينا عشان يلمع ويتالق. وهنا بقى يا ولد باليمين، عملها باليمين. لكن بص شوف النني عملوها في الشوط الاول، كان عملها صلاح للنني. المره دي بقى صلاح هو اللي خد الهديه من محمد النني، حاططها له حلوه وباليمين بقى. تعالى لي هنا يا مونيش، خد الكوره دي بقى مخصوص لمونيش اهو امامنا اللي كان متالق، حاططها له الرب رايحه راشقه في الشباك، تدخل بقى في مرمى المنتخب التنزاني. محمد